لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. المنافسة المباشرة باش تكون الحل سواء في وسط الميدان أو في الهجوم أو في الدفاع. ذاك حكم مباراة وإرنانديز الكلاسيكو الثالث الذي يقود هذا الحكم. نذكر بأنه كان قد خاض أول كلاسيكو لزيدان في هذا الملعب. الذين سيعلقون على مباراة اليوم. حفيظ دراجي على الصوتية الأولى في 1 اتش دي، أيضا على الصوتية الثانية خليل بلوشي، على 3 اتش دي زميل يوسف سيف، على 4K محمد كاوي. توفر للمشاهد كل الأحداث الرياضية العالمية في باقة واحدة. إنيستا وتجمع لاعبي فريق ريال مدريد معروفة منظومتهم الدفاعية، لأنه من يتحدث عن الريال الكرة خطيرة، كرة رائعة جدا من ليو في اتجاه سواريز. الثنائي الذهبي للبارسا كاد يفعلها في الدقيقة الثالثة في وقت كنت أتحدث عنه. بيكي وسيرجي روبرتو، الخروج الموفق من هنالك من كوتشينيو، يجد سواريز، هيلا الانطلاقة عن طريق اللاعب سيرجي روبرتو، كرة خطيرة للبارسا. سيرجي دخل، روبرتو مازال، سيرجي روبرتو، جول لعبة ثلاثية من أروع ما يكون. سيرجي روبرتو من كاتالون يبعث الكرة للأوروغواي، من هنالك للويس سواريز القناص، لويس سواريز الخداع، لويس سواريز الماكر. جول أول لبرشلونة عند الدقيقة 10 من انطلاقة المباراة. إنه الهدف 24 للويس سواريز مع برشلونة. جول، يا له من جول. اللعبة كلها كانت رائعة، ويلها من أجواء، ويلها من صورة جميلة. الصورة العلوية نتاع الكاميرا والصورة نتاع اللقطة هذه كم كانت رائعة اللعبة هنا. والانطلاقة من هنالك من سيرجيو الأولى. كوتينيو انطلق على الجهة اليمنى مع سيرجيو روبرتو. كوتينيو يرجع لسيرجيو، الحكم يقول لا يا سواريز، ليس هناك لا ضربة جزاء ولا هم يحزنون. في السرعة مع سواريز، جوردي ألبا طلبها كوتينيو، توني كروس، بنزيما ورونالدو ونوبيل، وصلته كريستيانو رونالدو على الجهة اليسرى، رونالدو جول، هدف التعديل للريال. البلدوزر رونالدو هو الذي عدل النتيجة للريال. نعم، رونالدو القاتل هو الذي يعدل النتيجة عند الدقيقة 15، مسجلا هدفه 25، هدف ثمين لريال مدريد وهدف التعديل في ظروف صعبة مر بها الريال. اللعبة رائعة من توني كروس في اتجاه رونالدو، من رونالدو لتوني كروس، من توني كروس لبنزيما، من بنزيما لرونالدو. جول ليو ميسي مع راكيتيتش، هيلو بالمليمتر حطها ليو في اتجاه جورجي. رائع التمريرة ورائع الخروج من هنا. الآن بين الفريقين، رونالدو وجها لوجه يضيع كرة جول ثاني للريال. رائعة التمريرة من هنالك عن طريق توني كروس، وتتسلل توني كروس ورونالدو، كرة ثانية ضائعة من رونالدو في ظرف 3 دقائق الأولى. عاني دفاع البارسا يتفرج والريال تستمتع وتمتع. رونالدو، رائعة. ريال مدريد وكأنه يلعب في حظيرته في هذه اللحظات. ريال مدريد أمام برشلونة تتفرج عليه وهو يلعب. ريال مدريد عاد في المباراة والبارسا صارت تتفرج. عمل لقلب بنزيما، فرصة رابعة للريال، سجلوا من هدف واحد. سؤالي المطروح، هل سيندم الريال على كل هذه الفرص التي يضيعها؟ ما زال قائم وما زال ساري. هل سيندم ريال مدريد على تضييع كل هذه الكرات؟ وهي مرة أخرى خطأ آخر، أكيد ستكون هناك بطاقة حمراء. البطاقة يخرجها حكم المباراة في وجه سيرجي روبرتو، هي الحمراء.
عند الدقيقة 45 من عمر المباراة. ماذا فعل سيرجي روبرتو هنا في هذه الكرة من أمام مارسيلو؟ هل يستحق البطاقة الحمراء؟ طبعا يستحق أم لا؟ المهم خرج. تقدير حكم المباراة وتقديرنا وتقديركم قد يختلف، ولكن قرارات حكام المباريات. هل يزلزل رونالدو الكامب نو؟ التسديدة والدفاع والتغطية من لويس سواريز. صفر يا سيد الحكم حتى لا تكثر النرفزة أكثر. صفر يا سيد الحكم. هل صفر؟ نعم. نهاية الشوط نهايته كانت مثيرة. 5 بطاقات صفراء وواحدة حمراء. والاحتيال التي تمارسها جهات تنقل إشارة البيين باستديوهاتها وبرامجها. خطيرة مارسيلو، ضربة مرمى يقول حكم المباراة. اختطف الكرة مارسيلو. بداية بضغط عالي من جانب لاعبي فريق الريال في اسينسيو 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 بابا بابا باليمنى وصدها الحارس وسواريز راح. ادخل سواريز، وصل سواريز يلعب لا 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 بابا بابا جول. البارسا ب10 ولكن ميسي يسوى 10. هل اخطأ سواريز ام لا؟ الحكم قال لا. ميسي استلم، ميسي دخل، ميسي راوغ، ميسي سدد، ميسي سجل، ميسي منح الفوز. ليو ليو ليو، جماهير البارسا لا ينقذكم الا ليو. نعم ليو ميسي فعلها وسجل جول، وسجل هدفا ثانيا في الدقيقة 8 من عمر المباراة. ليو ميسي سجل هدفه 26 في مباريات الكلاسيكو أمام الريال. ليو ميسي سجل هدفه 33 هذا الموسم من زاوية صغيرة، من حفرة صغيرة. سواريز وضع التسلل، وضع التسلل، رفع الراية الحكم. لا 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 لا، انقلبت الموازين كلها في ال10 دقائق الأولى من انطلاقة هذا الشوط الثاني. نعم قلب الموازين ليو ميسي. حسيميدو ترجع له بابا بابا اصطدم القطار باولينيو بكايلور نافاس. نعم قطار أنت يا باولينيو، اللاعب البرازيلي الذي سجل 8 أهداف هذا الموسم مع فريقه برشلونة. اصطدام عنيف وقوي في الصدر، يعني ضربه في المكان اللي ما يقدرش يتنفس، وضربه في المكان الذي قد يصاب فيه بكسر تماما اذا كان في البطن ممكن. يا امتيتي يسترجع سواريز، راح ليو 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 بابا بابا ضيعتها ليو. كانت ليلة رعب، كادت تتحول الى ليلة القبض على ريال مدريد في الكامب نو. لا يفعلها ليو. من لعبة واحدة، من كرة واحدة، من هربة واحدة، من مراوغة واحدة. وبابا جول. جاريث بيل يباغتني ويباغت البارسا ويباغت مارك أندري تير شتيغن ويسجل جول. هدف مباغت ورائع يا جاريث بيل، فعلها الويلزي وسجل جول. جول 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 لجاريث بيل الذي يسجل هدفه 13 ويعدل النتيجة للريال. توني كروس اسينسيو جاريث بيل بوم، حطها لك في الزاوية التي لا تصد ولا ترد. وهدف التعديل يا تير شتيغن. اسينسيو التمريرة، بابا 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 بابا. الحكم ماذا قال؟ ولا شيء يا مارسيلو. الحكم أليخاندرو هرنانديز يقول ليس هناك ضربة جزاء. لمسوا شوية وزاد من عنده شوية. تقولوا لي اللمس كان قبل الزيادة، نقول لكم اوكي، ولكن يبقى تقدير حكم المباراة انه ليس هناك ضربة جزاء. على الجهة اليمنى ليو 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 بابا بابا رائعة. هاي واحدة من الروائع وواحدة من المتعة التي كنت أقول بأنها ستبقى متواصلة مع عشاقنا ومشتركينا ومتابعينا. وكتيتش يلعبها بينية مع ليو
في الزاوية المغلقة ضربها ليو، وبالرجل اليمنى ضربها ليو، وكاد يسجلها ليو. الهدف الثالث لبرشلونة كاد يأتي. لو يفوز البارسا اليوم على الريال، لو يفوز البارسا على الريال اليوم. باسكيت في الركنية للرول، والحكم يقول خطأ ويصفر نهاية المباراة بالتعادل. مرضي للفريقين لأن البارسا توج باللقب ويواصل من دون خسارة، ومرضي لريال مدريد. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.